متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض محشي كرنب، محشي جميل بطريقه سهله وجميله، ويعني طريقه صحيه برضو، وان شاء الله هينال اعجاب حضراتكم. انا معايا طبعا ده البصل على النار، مع معلقه سمنه ومعلقتين زيت، وطبعا ده ملح وفلفل، كمون، ودي حتتين ليا يطعموا معايا الخليط بتاع المحشي. انا حطيتهم مع البصل مع معلقه توم، طبعا بالشكل ده. وطبعا هيتقلبوا على النار. انا مش عايزه البصل يحمر، انا عايزاه لونه اصفر. ودي كزبره جافه، دي كلها توابل المحشي معايا. وطبعا باخدهم بالتقليب المستمر عشان انا عندي طبعا البصل كمية الدهون قليلة، فلازم ايدي ما تسيبش المعلقة لحد ما اخد اللون اللي انا محتاجاه. وطبعا دي معلقة شطة خفيفة، بابريكا، اللي هي التوابل بتاعتنا بتاعت المحشي. طبعا كل واحد براحته بيحط التوابل اللي بيحبها. انا عن نفسي بستريح قوي مع التوابل دي، بتديني الطعم جميل. وده عصير الطماطم كده بعد ما اصفرت البصلة، ده الطماطم، ودول معلقتين صلصة يعززوا معايا اللون شوية. وطبعا حطيت نص معلقة سكر بسيطة عشان يعني طعم الطماطم ما يبقاش مزز معايا. وطبعا كده يتقلبوا كويس على النار بالشكل ده، ياخدوا غلوة او اتنين بحيث الطماطم تتسبك معايا شوية. ودي كمية الرز بتاعتي، طبعا غسلتها كويس جدا وحطيتها في مصفى بالشكل ده. وطبعا ده فلفل الوان اصفر واحمر، وهنا طبعا انا لازم ازود القيمة الغذائية شوية وبرضو اطعمه، لان الفلفل الالوان مسكر بيديني طعم مسكر للمحشي. طبعا غسلتهم فرمتهم في الكبة، وطبعا ضفتهم فوق خليط الرز. ودي طبعا كزبرة خضراء مع شبت، غسلتهم برضو طحنتهم في الكبة بالشكل ده، وطبعا قلبتهم مع الخليط. ودول حبتين جزر برضو انا كنت غسلاهم وخدتهم طرنشات في الكبة طحنتهم بالشكل ده. برضو عارفين احنا قيمة الجزر الغذائية وطعمه المسكر برضو في المحشي معانا، هيطعم معانا المحشي. وده ورق الكرنبة بعد ما قطعتها، وطبعا اديتها سلقة خفيفة على النار، وبقى معايا الورق بالشكل ده كده. طبعا انا كنت مرتبة الورق كويس بحيث يبقى جاهز معايا على الحشي على طول. فكده طبعا دي كمية الرز وده كمية الورق، وانا هبدأ احشي. طبعا هنحشي، انا باخدها بقفلها من الجوانب وابدأ الف عشان ايه الرز ما يتسربش بره صوبع المحشي، ويبقى شكله جميل ويستوي معايا من جوه الورقة كده. وطبعا اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، خدت كل الورق لفيته كده كويس. طبعا انا كل كمية المحشي دي طبعا بحب اسوي في الفرن، ما بحبش اسوي في الحلة من فوق على النار. طبعا اخدت صينية معايا بالشكل ده، ودي ايه كل الورق اللي انا حشيته معايا بالشكل ده. طبعا مع معلقة سمنة بلدي الطعم معايا برضو دي على وش المحشي كده، وشوية شوربة ممكن زودتهم شوية مية، خففتهم يعني بمية على اساس ما يبقاش برضو تقيلة. وضفتهم فوق المحشي بالشكل ده. وطبعا هجيب ورق سيلفر واغطي الصينية على اساس انه يستوي معايا جوه الفرن كويس. وقبل ما اخرج الصينية بكشف الورقة بحيث تاخد 10 دقايق كده، وش المحشي يجف معايا وينشف شوية بس. وطبعا ده الشكل النهائي بعد المحشي ما استوى بقى معايا بالشكل والجمال ده. ايه رأيكم بقى؟ مفيش ولا ورقة اتفكت، مفيش حاجة يعني وقعت من بره، كله جميل كله مستوي. وطبعا الورق دايب ومستوي والرز من جوه مفلفل زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طبعا جميل جدا وطعم، والف هنا وشفا اللي يجرب. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. واسيب